بين العقبة الأولى والثانية كان سعد بن معاذ رضي الله عنه على موعد مع قدره المبارك في الانضمام إلى صفوف المسلمين، شاب طويل جسيم لا يتجاوز 30 من عمره من بني عبد الأشهل، أسلم على يد مصعب بن عمير في المدينة المنورة، وبإسلامه أسلم جميع بني عبد الأشهل، إذ كان سيدا مطاعا في قومه. وتتعالت مواقف سعد المباركة فور إسلامه. وقبيل غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه بشأن مواجهة المشركين، فتكلم كبار الصحابة وأحسنوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقال سيد الأنصار سعد بن معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. فقال سعد: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. فاضع حيث شئت، وانزل حيث شئت، وسالم من شئت، وحارب من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، فهو الذي بعثك بالحق نبيا. لو استعرضت بنا هذا البحر فخضه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله. في السنة 5 للهجرة اجتمع الأحزاب لقتال المسلمين في غزوة الخندق. في هذه الأثناء نقض يهود بني قريظة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد البلاء والخوف على المسلمين، ودنا أجل سعد رضي الله عنه، إذ كان قد أصيب بالسهم قطع منه الأكحل. فلما رأى سعد ما حل به دعا ربه قائلا: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، وإن وضعت بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك الجرح. وبعد ذلك شاء الله أن يرفع الحصار وتعود الأحزاب صاغرة خاسرة، فاستسلم يهود بني قريظة فطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. ظن منهم أنه سيكون بهم رحيما، إذ كان حليفهم في الجاهلية، ولكن وافق حكم الله من فوق 7 سماوات. لم يلبث جرح سعد أن انفجر بعد أيام قليلة، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وهو يقول: جزاك الله خيرا من سيدي قوم. فتملى النبي صلى الله عليه وسلم وجه سعد وهو يقول: هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو. كان مصاب مسلمين في سعد عظيما، ولكن كان عزاؤهم جليلا، حيث سمعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن موت سعد بن معاذ. أنا اسمي مؤيد، أشوفكم بفيديو جديد. سلام عليكم.